صار في اليات، صار في حزم، صار في صرامه من طرف في بعض اللاعبين المتواجدين اليوم كانوا حاضرين في تلك المباراه النهائيه الكاس العربيه. مراوغه ممتازه من الجهه اليمنى العرضيه والهدف الاول جول. من البداية يأتي الخبر السار، من البداية يأتي الخبر السار. عبد العالي المعلي يفعل ويفاجئ الدفاعات النيجيرية. 1-0 لأشبال الأطلس. أي سيناريو هذا نعيش مع البدايات، أي سيناريو بكرة وتسديدة مباغتة لحارسي المرمى أودو المعلقة في رفع للمعنويات والحافز عند أشبال الأطلس. عبد العالي السلامة، المهارة والمرور، التسديدة باغت الدفاع. اللحظات الأولى يمكن يكون هذا أسرع الأهداف ربما في تاريخ بطولة كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة. هنا الإعادة من زاوية أخرى بالراس المغالطة من مايكل والكرة تمشي لشباكك يا أودو. خذها عندك 1-0. المعالي أمامنا على الصورة والكرة ومن أول لمسة ومن أول انطلاقة من الجهة زالت نيجيريا هنا في محاولة البحث عن العمق. أيت بودلال تمشي الكرة بتسديدة تأتي منتخب نيجيريا على القائمة الثانية وبالراس عبد الحميد. دائما يا شباب المراقبة اللصيقة جدا، يعني الشيء الجميل في المنتخب المغربي أنه المدافعين عندهم قامات طويلة، قامات تساعدهم على التألق في الكرات العالية، وهذا تأكد في اللقاء الماضي أمام منتخب جنوب إفريقيا. تقريبا ربح كل النزالات الهوائية. ستلعب هذه الضربة الحرة هنا مرفوعة داخل منطقة الجزاء ولكن سهلة لطاقة أكاديمية ودورة في أكيد إظهار لاعبين مواهب، والكل يتكلم عن هذا الصرح الرياضي. نعم الصرح الرياضي وفق الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد. جيد الحديث كذلك عن السنغال، ولو أن السنغال لم يسبق لها الفوز باللقب لكن ما شاهدناه بالأمس والانتصار 3-0 على الجزائر يعطيك فكرة واضحة بأن